أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: نادي سان داونز سيرينو طلب عدم المشاركة أفريقيا تمهيدا للانضمام للنادي الأهلي. أكد نادي سان داونز على أن الأوروغواياني سيرينو بات قريب من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل وجود رغبة من جانب موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب من أجل دعم خط الهجوم خلال بطولة كأس العالم للأندية. وفقا لما جاء، فأن سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقي هو من طلب عدم الدخول في قائمة الفريق الخاصة باللقاء الأفريقي في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة لسان داونز المقرر لها يوم الثلاثاء، وبالتالي يؤكد سان داونز على أن سيرينو يرغب وبقوة في الانتقال للنادي الأهلي، واللاعب بات قريب من اللعب في الأهلي بعد استبعاده من قائمة سان داونز لأول مباراة أفريقية. خبرنا الثاني: الإعلامي الأهلاوي محمد فاروق ونجم النادي الأهلي السابق نادي الزمالك ينافس الأهلي على ضم والتر بواليا. كشف نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل محاولات الزمالك لخطف والتر بواليا قبل انتقاله للنادي الأهلي. تحدث محمد فاروق وأكد على أن الزمالك يخطط لعرض الثنائي مصطفى فتحي وعمر السعيد على نادي الجونة مقابل التعاقد مع والتر بواليا دون دفع أي أموال في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك في الفترة الحالية. على حسب ما قاله محمد فاروق، فأن الزمالك يخطط لعدم دفع أي أموال، فقط صفقة تبادلية تنص على انتقال والتر بواليا للزمالك مقابل انتقال الثنائي عمر السعيد ومصطفى فتحي إلى نادي الجونة، وذلك في شهر يناير القادم. خبرنا الثالث: تعرف على أخبار أول مران للنادي الأهلي في النيجر يوم الاثنين. أدى لاعبو النادي الأهلي جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية تحت إشراف كابيلو مدرب الأحمال، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب، بينما خاض الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل مدرب الحراس. وألقى كيفن جونسون المدرب العام محاضرة للاعبين خلال المران الجماعي للفريق. وحرص جونسون خلال المحاضرة على استخدام سبورة كبيرة لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء، وكذلك نقاط القوة والضعف في بطل النيجر. خبرنا الرابع: موسيماني يعطي لاعبي الأهلي خطة بطل النيجر عن طريق محاضرة الفيديو كونفرنس. عقد الجنوب أفريقي موسيماني اجتماع يوم الاثنين مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني عبر الفيديو كونفرنس. اجتماع استمر لمدة 40 دقيقة لوضع خطة الفوز والتركيز على نقاط القوة والضعف، والتركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية، ومتابعة كافة الاستعدادات قبل مران النادي الأهلي. أكدت قناة النادي الأهلي على أن الملعب سيشهد حضور عدد البسيط من جماهير النادي الأهلي أيضا من أجل دعم الفريق. خبرنا الخامس: طاقم حكام من غانا لإدارة مباراة الأهلي وبطل النيجر. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي وبطل النيجر يوم الأربعاء. جاء طاقم التحكيم من غانا بقيادة حكم الساحة دانيال لاريا